عملت صدور فراخ جوسي طعمها تحفة طرية وبتدوب في البق بتتبيلة مميزة وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت نهائي. نويت والنية لله اتعلم الطبخ عشان ما يبقاش شكلي وحش لما اتجوز. هلوز هلم شعري علشان ما يقعش في الاكل. وهنبدأ بتتبيلة الفراخ. طبق هنجهز فيه ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، مرقة فراخ، توم باودر، بصل باودر، بابريكا وزعتر. هنحطهم عليه كده اهو كده اهو كده اهو. وهنجيب معلقتين دبس رمان. هنقعد سنه بس عمال ما تنزل. معلش انزلي بقى، اصلا طلعت قافله الغطا. احنا ممكن ناخد معلقه بس لان انا اصلا مستخدمه 3 قطع صدور فراخ من النوع المتوسط اللي هي ولا التخينه قوي ولا الرفيعه قوي. اعتقد معلقه واحده كفايه. معلقتين صويا صوص، انا جايبه النوع اللايت. هي حلوه قوي كده. وهنقلب بقى الكلام ده كله في بعضه. سوري ان انا بستخدم ايدي بس هو مفيش غيري اللي هياكل. عامه الافضل تعملي فتحات في الفراخ كده علشان التتبيله توصل لجوه صدر الفرخه. هتاكد بس ان التتبيله وصلت لكل حته في قلب الفرخه. ان شاء الله في مطبخي الجديد هعمل حساب ان ما اعملش اللغوصه دي. هنسيبها كده في التتبيله من نص ساعه لساعه وهرجع لك تاني. 2 hours later. في طاسه سخنه هحط قطعه زبده. لما الزبده تسيح هنحط الفراخ عشان تتسدم. احنا عايزين نصدمها. اول ما تاخد لون من تحت هقلبها عشان تتسدم من الناحيه التانية. بعد ما تفوق من الصدمه هنحط عليها شويه ميه. انا هنا بصراحه كترت، المفروض يعني ربع كوبايه او اقل كمان. هنغطي عليها بقى عشان تستوي ونسيبها حبه كده. هي بتاخد تقريبا 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي. 5 minutes later. نسيت اقولك ان احنا في ال5 دقايق 10 دقايق دول لازم نكون موطيين النار عشان تستوي على مهلها ما تتحرقش. ومش عايزه احكي لك قد ايه الريحه هنا كانت تحفه تحفه بجد، مش ببالغ، مش عشان انا اللي طبخه وكده. المهم هطمن كده انها استوت. هفضل اضغط عليها كده، اضغط عليها واشوف قلبها تمام. لا كده استوت زي الفل. هطلعها بقى في طبق على جنب كده لحد ما تهدى وتبرد شويه عمال ما نعمل المكرونه. انا جبت 9 انواع مكرونه سريعه التحضير من تيلتك، والمرة دي هجرب النوع اللي هو اسمه مارينارا حاجة كده يعني. ومع كل وصفة جديدة هنتعلمها هجرب نوع جديد من المكرونة سريعة التحضير دي. من نفس الطاسة اللي فيها البهاريز هنكمل عليها ونحط كوباية مية وهسيبها لحد ما تبلل وتغلي. بس ده غلط بصراحة مني لان طعم المكرونة الاصلي انا معرفش طعمه ايه، فاللي عمل ميكس اطعمة مع بعض. بحدثك من قلب مطبخ ماما. نفتح بقى ايه ده لحد العلامة دي، وده الكيس اللي جاي معاه. ده فيه معلق جوه انا ما خدتش بالي. ده بالمناسبة شكل المكرونة يعني نمنم خالص، بس هتنفش اول ما نحط المية. في علامة كده جوه العلبة خط ابيض كده، هنحط على لحد عنده المية. هنقلب بقى وهنسيبه 5 دقايق مش اكتر. قطعت الفراخ وحطيتها على المكرونة وندوق بقى عمايل ايديا. المكرونه بصراحه عجبتني انا بس ما عجبتش ولا ماما ولا اخويا بصراحه، لكن الفراخ بجد كانت جميله قوي. عجبتني وعجبت ماما وعجبت اخويا. حتى هو خد نصهم مع مكرونه نوع تاني بقى هي كانت موجوده في البيت. اي نعم الوصفه مش وصفتي، بس بالنسبه لاول مره ليا طبخ فانا حاسه ان دي بدايه مبشره ليا بعد كده. فشجعيني بقى. بس كده باي.